خطوات متتابعة يخطوها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو إصلاح العملية السياسية وفق مواد القانون والأطر الدستورية التي تضمنت عدة صلاحيات ضمن مهامه الحكومية، تمحورت حول إرساء العملية السياسية على بر الإصلاح الحقيقي، إذ تعد انطلاقة حقيقية صوب النجاح الفعلي لحكومته الجديدة بحسب خبراء القانون. نص المادة 80 سابعا وثامنا على التوصيات، على عقد الاجتماعات، على عقد الاتفاقيات. كذلك هناك مجال رقابي آخر من قبل السيد رئيس الوزراء، مقارنة أيضا بالمجال الرقابي الذي يتمتع به الدور النيابي لعضو البرلمان العراقي. بالتالي هي صلاحيات واسعة تدل على عزم السيد رئيس الوزراء على المضي بمنهاج الحكومة. كذلك من الأمور التي طرحت هي مكافحة الفساد، عندما طلب من الوزراء عقد وكشف ذمم للوزراء. مهمة كبيرة أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد المباشرة بواجباته الحكومية لتنفيذ برنامجه المطروح الذي ينطلق من احتياجات المواطن والبلد بضرورة تحقيق الوعود التي جاء بها، إذ يحث السوداني خطاه لعقد اجتماعات عديدة مع الوزراء الجدد بمتابعة سير عمل الوزارات وفق الخطط الوزارية الموضوعة. المادة القانونية هي تتيح لرئيس مجلس الوزراء متابعة مؤسسات التنفيذية. إذا أنا أعتقد بأنه السيد السوداني يسير باتجاه خطوات واثقة، وهذه الخطوات الواثقة دليل بأنه يمتلك من الخزين الخبرة في إدارة دفة الحكومة. فبعد حسم ملف الكابينة الوزارية، أكثر من 10 وزراء يباشرون أعمالهم ضمن وزاراتهم المخصصة وفق البرنامج الحكومي الذي يتيح لهم طرح منهاجهم الوزاري والخطط الموضوعة لكل وزارة. بتتبع أحكام القانون وبنوده، السوداني يتجه صوب تنفيذ وتخطيط السياسة العامة للدولة بمتابعة دقيقة وإشراف على سير عمل الوزارات وفق الصلاحيات الممنوحة. نهى الشمري، الأيام الفضائية.